بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وفي أحسن حال. النهاردة فيديو مميز جدا 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 وجبار جدا جدا. هنعمل مع بعض النهاردة مرقة الدجاج اللي بنشتريها من بره بأغلى الأسعار. هنعملها بأبسط المكونات. عمرك جربت تعملي مرقة دجاج طبيعية بطعم غني وريحتها تملى البيت؟ النهاردة هنعملها مع بعض من الصفر. مفيش مكعبات جاهزة ولا مواد حافظة، بس طعم أصلي 100%، يخليك تحسي إنك رجعتي لمطبخ زمان. يلا بينا بقى نشوف التكات والحاجات اللي احنا هنعملها فيها، وخليكم معايا لنهاية الفيديو عشان تستفادوا بكل كلمة هقولها. معانا حلة هنحط فيها مية بتغلي، وهنحط فيها بصل متقطع، وهنحط فيها طماطم، وهنحط فيها جزر، وهنحط فيها كرفس، وهنحط فيها عود قرفة، وهنحط فيها كام فص توم، وهنحط فيها جنزبيل، وهنحط فيها روز ميري، معلقة روز ميري، ونحط كيلو الا ربع أجنحة فراخ. دي المكونات اللي هتستلق وتستوي معانا، وهنسيبها لحد ما تتهري. تتهري بمعنى كلمة تتهري. دي معلقة الروزماري اللي احنا هنحطها. ممكن تعملوها باللحمة، بالفراخ، بنفس الطريقة اللي انا هعملها انتوا هتمشوا بيها. هنجيب بقى طاسة تاني كبيرة، وهنحط فيها نص كوباية دقيق، ولحد ما تطلع ريحة الدقيق معانا نقعد نقلب فيها لحد ما ريحة الدقيق تطلع معانا. ما نسيبهاش لحد ما ريحة الدقيق تطلع معانا. بنحط 3 معالق سمنة، وبعد كده بنحط التوابل بتاعتها. التوابل بتاعتها فلفل وكمون وشطة وزعتر وبابريكا وكركم وكاري، وهكتب لكم المكونات كلها في صندوق الوصف عشان ايه مفيش حاجة تنسوها. ونبتدي نقلب لحد ما تطلع معانا بالمنظر ده. وبالاخر بحط لها 3 معالق ملح صغيرين، يعني معلقة وملح كبير، معلقة ونص ملح كبيرة، عشان مرضى الضغط والسكر والحاجات دي ما يتأثروش بيها. طبعا انتوا عارفين مرقة الدجاج بتكون مالحة. بعد كده بنبتدي نصفي الجزر والخضار من الحلة، وناخد الفراخ نخليه من الجلد والعظم، وناخد اللحم بس، ونضرب الخضار ضرب مبرح لحد ما ينعم معانا جدا. هنحطه على الخلاط او في الهاند بلندر اللي انت تريحك اعملي بيه، او في الكبة. انا هعمله في الخلاط عشان يدينا نعومة اكتر واحسن. بعد كده بجيب الفراخ بقى اللي هو اللحم بس، خليناها من الجلد والعظم، وبنجيب اللحم بس ونحطه معاهم ونضربه في الخلاط لحد ما ينعم معانا. ونزوده شوية مية من شوربة من اللي احنا عملناها. هنزود شوربة من اللي احنا عملناها ونضربه وكده تمام معانا. هناخده بقى ونديله غلوة بسيطة على النار
بعد ما ضفنا كل المكونات مع بعض كده، ونحط عليه التوابل اللي احنا عملناها بالدقيق، ونبتدي نضربهم بالمضرب اليدوي كده لحد ما يتداخلوا كلهم مع بعض، وهيبقى بالمنظر ده. ونديها غلوة بسيطة. صلوا على حبيبك النبي. الريحة قلب الدنيا، الريحة مفيش بعد كده. الكمية دي ممكن تديكي وقت كبير. هنجيب صينية بقى وندهنها زيت، ونحط عليها كيس مطبخ او ألمونيوم كده، ونفرد عليها زي ما انتوا شايفين كده. بنفرده ونسيبه. بعد ما فردناه كده اهو عمل معانا صينيتين. طبعا انا المدام بتساعد معايا عشان ايه الوقت، يعني ايه ما يلحق، عشان يبقوا الاتنين متساويين مع بعض، فبتساوي معايا الصينية كده. وبعد ما بنسويه بنحط كيس عشان ما يعملش قشرة من فوق. صلي على حبيب النبي. الريحة والله والله لو انتوا قاعدين كده هتلاقوا ريحة في منتهى الجمال، وحاجة ما فيهاش مواد حافظة. هنحط بقى الكيس ونظبط الوش بتاعنا، ونسيبه يتشمع لمدة نص ساعة كده، وبعدين نحطه في التلاجة او في الفريزر عندنا لمدة حوالي 6 ساعات. بعد ما يتشمع معانا بنحطه لمدة 6 ساعات، وبعد كده بنجيبه نقطعه قدامكم كده. فردنا الكياس عليها وخلاص كده. هنحطه، هنسيبه يتشمع زي ما قلت لكم. هنسيبه يتشمع لمدة حوالي نص ساعة، وندخله التلاجة او الفريزر بتاعتنا. كده طلعناها اهو من الفريزر. هنبتدي ايه نقطعها مكعبات. الكمية دي ممكن تديك اقل حاجة 6 شهور، ومش مكلفتكش حاجة. ممكن تحطيها على الملوخية، على البامية، على المحشي. يعني ما بين مرقة الدجاج دي بنستعملها في كل حاجة. شايفين طلعت معانا اهي، اهي مربعات زي شايفين ازاي، بس انضف واحسن من اللي بنشتريها من بره، اللي بيقول لك بتجيب سرطانات وتجيب حاجات. انت بتعمليها في البيت وضامنه نظافتها. هناخدها بقى، بس دي فيها عيب واحد. ايه العيب بتاعها؟ ما ينفعش تقعد بره التلاجة، لازم نحطها في الفريزر، وكل ما نحب ناخد منها، او في التلاجة وكل ما ناخد منها ونطلع، لان دي ما فيهاش مواد حافظة. ففي الافضل تخليها في التلاجة، بس افضل واحسن من المرقة اللي احنا بنشتريها سواء بودر او مربعات. بناخدها بنرصها في علب كده، وبين كل طبقة والتانية بنحط كيس عشان ما تلزقش مع بعض، ونبتدي ناخد منها. عملوا معايا علبتين كبار زي ما انتوا شفتوهم في بداية الفيديو. يا ريت اللي وصل من هنا ما يبخلش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ودعوة حلوة منكم، واي تعليق بالصلاة على النبي. وبخيل اللي ما يسمع صلاة النبي وما يقولهاش. صلاة النبي حلوة، ربنا يكرمنا بصلاة النبي دايما في كل اعمالنا. كده
هنكمل بقى العلب بتاعتنا ونحطها في التلاجة زي ما قلت لكم. اهي اول علبة خلصت، هنجيب العلبة التانية ونحطها، واهي العلبة التانية برضو